يمين. يلا يا بطه قولي يا فاطمه. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك. أشارك في السؤال بعد إذنك؟ اعمل ايه؟ أشارك أسأل سؤال يعني. يا اتفضلي. أنا متجوزة ومنقبة. متجوزه منقبه. متجوزة ومتنقبة يعني. المهم يوم الفرح كنت منقبه؟ لا متنقبة من يوم الفرح على طول. لكن يوم الفرح كنت الدنيا متبهدله. لا كنت لابسة حجاب وكنت منزلة. بالمناسبه والله اصل انا بضحك قوي. انا انتوا عارفين صديقي الجميل محمد شوقي بدران استاذ الاسنان في عمري وفي حياتي وربنا يجزاه عنا الخير، بيقول لي ان ليله فرح محمد، هو قال الكلام ده كده بس ما يعرفش ان انا بحفظ يعني. قام يصلي المغرب ومراعاه عيطه، فالراجل بتاع الصاله اللي بيعملوا فيها الفرح قال يا اول مره في حياتي اشوف عريس سايب العروسه وبدور القبله فين وعايز يصلي المغرب. انا بستغرب للفكر ده، ما هو الفكر ده برضو شيطاني 1000000%. ان الناس تعتقد ان يوم الفرح ده مرفوع، يعني ربنا مش هيحاسب فيه، بنت تبقى ملتزمه وزي الفل وتيجي قال النهارده ليله العمر. الله يخرب بيتك يا بعيده، ليله عمر مين يا مجنونه يا مهفوفه يا بتاع المشلشلات؟ ليله العمر مفيش حاجه اسمها ليله العمر. لا هو انا وانها يا حبيبتي والله وبعدين تبص بقى ايه، تلات ارباع الجزء الفوقاني مش عايز اقول اسمه مكشوفه ومفيش دراع. لا ربنا الذي غفور رحيم. ده دجل. الصلاه لا تسقط لا بجواز ولا بطلاق ولا بموت. يعني اهالينا ماتوا والاذان بيدن لازم نصلي. لا اله الا الله. رايحين نتجوز يصلي، ابوه نصلي، جاله اللي جاله يصلي لازم. وهي نفس الكلام، انت اتجوزتي واتنقبتي بعد الفرح ها؟ هو جوزي امام وخطيب، بس المشكله بقى اللي انا فعلا عايزه اسال فيه يعني ان هو بيعزمنا بان على ولاد خاله وطبعا اخواله وكده، بيقول لي ده امر منه وان انا له الطاعه عندي. وفي بعض بيأمرك ايه بقى؟ قولي كده، بيأمرك بايه الشيخ؟ بيأمرك بايه؟ ان انا اكشف وشي يعني قدام ولاد خاله لما يجوا زياره. ان تكشفي وشك وقدام الدنيا بحالها. هو مش امر منه على فكره، ده امر من اللي خلقك ومن سيدك وسيد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هو ماليش عليا طاعه ان انا اسمع لد امر في الموضوع ده حتى لو كنت. لا مش امر يا حبيبتي، هو ما امركيش. هو القاعده في الاسلام ان وشك باين، النقاب ده زياده. فلو انت لو ما انتش قادره تطلعي حتى بصي لو ما انتش منتقبه وجي حد انت مش عايزاه يشوف وشك، من حقك يعني لو ما انتش منقبه وفي ضيف تقيل الدم على قلبك وما انتش عايزاه يشوف خلقتك ده ايه، ما يشوفهاش. ولا زوج ولا ام اللي خليفه يا جدعان حرام عليكم بقى، بطلوا نغمه ده امر مني وانا جوزك يا هانم. حرام على اهلك وعلى علمك وعلى الدنيا وعلى اللي فيها. حرام الكلام ده. امر من مين يا ابني؟ يا ابني الامر ده صيغه من صيغ الخطاب، والخطاب ينبغي الا يكون امرا الا يكون امرا كله، الا يكون كله امرا والا يكون كله نهيا، يبقى منوع. ولما تقول هاتي كوبايه شاي، اقسم بالله ده مش امر. هاتي كوبايه شاي ده مش امر. اعملي شاي ده مش امر. ده بيسموه اهل العلم يا حبيسي، يعني يا حبيبي طلب. الامر ده لحد بيشتغل عندك، هي مش بتشتغل عندك. تؤمر مراتك بايه اللي عايز سلطان؟ انتوا بتتجوزوا علشان تطلعوا اوامر، مفيش حاجه اسمها اوامر. وبعدين لما يعني النبي عليه الصلاه والسلام يبين لنا الجميله ايه، التقيه ايه، زينه الدنيا ايه، لما يامرها جوزها تطيعه في ايه يا اخويا يا عين امك يا ننوسي يا صغنوني؟ فيما شرع الله. يعني الدنيا اصل هفهم لكم الحكايه دي لان مش معناها ان في زوج بيؤمر ولا حاجه، والله احنا غلابه وما احنا فاهمين حاجه ومتنيله على عينين ابوها ولازم نعدلها. الله يرضى عليكم بس افهموني بالراحه. احنا 5 6 مع بعض قاعدين ولا جواز ولا نيله، وروني ازاي الحياه تمشي من غير امر ونهي وطلب ورجاء والتماس. ازاي كده بكم؟ لا. سوق يا محمد، ادي احنا امرنا محمد يسوق السواق
امرناه يعني بالزخمه وبالجلده؟ لا، امر مباح وواجب لما يبقى تاخرنا وعندنا شغل. مش امرنا بقى ومش امرناش. الحياه عمرها ما هتستقيم بغير انك انت تؤمر وتتامر وتنهى وتتنهي. لا 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 ما تعملش كده، لا لا ما تزودش لا لا لا، اهو ده نهي لصالح الحياه. لا 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 مش دي اللي فوق، الكرسي اللي فوق عشان الحياه تنور. وده امر ونهي ده. كذلك بين الازواج، بس الزوج بيبقى الامر بتاعه متحنط بطحنيه، يعني في حب اكتر وموده اكتر، مش سيطره. لا يا محمد انا مش عايزه الناس دي تشوف وشي. هو ما يقولش لا انا بامرك. تامرها بايه يا اخويا؟ دي حاجه ترجع لها هي. تامرها بايه؟ قول لي كده. هي مزنوقه، هقولها لك هو من الاخر وانا عارف ان على الهوا احسن حد يفكر انها ناس يعني. مزنوقه وعايزه تدخل الحمام، تقول لها انا بامرك تفضلي قاعده هنا؟ انت اسمك ايه بقى كده يا حلوه؟ كريزي، يعني ماد مان، مهبوله. في اشياء طبيعيه امرك ممكن يبوظ الدنيا. يعني ايه امرك؟ يعني ايه بامرك؟ بتامرها ايه؟ وبعدين بتامرها لايه يا راجل انت يا حلو؟ تكشف وشها على مين؟ عايز يشوف وشها ليه؟ يتغزل فيه؟ ناخد فاصل بقى بس 40 ثانيه ولا 30 ثانيه، صوره عليه لما